نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين. الهلال يعلن جاهزية ثنائي الفريق استعدادا لمواجهة الاتفاق. أعلن نادي الهلال جاهزية ثنائي الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لمواجهة الاتفاق في دوري روشن للمحترفين. وأوضح الهلال في بيان رسمي جاهزية الثنائي الصربي سيرجي سافيتش والدولي السعودي عبد الإله المالكي بعد تعافيهم من الإصابة. ووفقا لما ذكره النادي في بيان رسمي، فإن الثنائي سيرجي سافيتش بالإضافة إلى زميله بالفريق عبد الإله المالكي جاهزين من الناحية الفنية والبدنية بعد تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية والتي أبعدتهم عن المشاركة مع الفريق. ويحل الهلال ضيفا على الاتفاق بملعب تيغو بالدمام في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن للمحترفين. تفاصيل العرض التاريخي من الهلال السعودي لضم لامين يامال من برشلونة. كشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم الاثنين عن تقديم نادي الهلال السعودي عرضا ضخما وصف بالتاريخي لنادي برشلونة الإسباني من أجل ضم النجم الواعد لامين يامال خلال الفترة الحالية من أجل حسم الأمور قبل الانتقالات الصيفية القادمة. ووفقا لما أورده موقع فخاخس الإسباني صباح اليوم، فقد قدم الهلال عرضا رسميا تبلغ قيمته 400 مليون يورو لبرشلونة في محاولة لخطف الموهبة الشابة التي تعتبر أحد أبرز اكتشافات كرة القدم الأوروبية في السنوات الأخيرة وأحد أبرز أهداف الأندية الأوروبية. ونفى مصدر مسؤول داخل نادي برشلونة الإسباني في تصريحات خاصة للسعودي سبورت صحة تلك الأنباء المتعلقة باللاعب الشاب، مؤكدا أن النادي لم يتلقى أي عرض رسمي أو حتى شفهي من أي ناد سعودي للتعاقد مع لامين يامال حاليا. وأضاف المصدر البرشلوني في تصريحاته: لا توجد أي مفاوضات جارية، وكل ما يقال في هذا السياق لا يمت للواقع بصلة، ويبدو أنه مجرد شائعات للضغط أو إثارة الجدل الإعلامي حول اللاعب. والجدير بالذكر أن القيمة السوقية الحالية للاعب لامين يامال بحسب آخر التحديثات تبلغ نحو 200 مليون يورو، في حين يمتد عقده مع برشلونة حتى 30 من يونيو 2013. وفقا للتقارير، فإن العرض السعودي جاء في ظل منافسة شرسة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أبدى هو الآخر اهتماما كبيرا بضم يامال. ريال مدريد يمهد لصفقة القرن، فينيسيوس على أعتاب دوري روشن، وهالاند البديل المنتظر. كشفت مصادر صحفية عن تحركات جادة من أندية دوري روشن السعودي لضم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في خطوة قد تحدث زلزالا في سوق الانتقالات العالمي. وتحظى صفقة فينيسيوس باهتمام بالغ من إدارة الهلال التي تسعى لتعزيز صفوفها بنجم عالمي بعد النجاحات التي حققها النادي على المستويين المحلي والآسيوي. كما يدخل الأهلي المنافسة بقوة مدعوما بإمكانياته المالية ورغبته في تعزيز خط هجومه. وبحسب تقرير نشره موقع ذا ديلي بريفينج، فإن ناديي الهلال والأهلي يتصدران قائمة الأندية السعودية الراغبة في التعاقد مع فينيسيوس في صفقة تاريخية قد تتجاوز قيمتها 250 مليون يورو، لتكون بذلك الأكبر في تاريخ دوري روشن للمحترفين. ويذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني من لم يغلق الباب أمام هذه الخطوة، خاصة في ظل التخطيط لإعادة هيكلة الفريق هجوميا، حيث أفادت التقارير بأن مسؤولين في النادي الملكي
أجروا بالفعل محادثات تمهيدية مع ممثلي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي للانضمام إلى الملكي في صيف 2026. وأكدت المصادر أن صفقة انتقال فينيسيوس إلى الدوري السعودي ستوفر ميزانية ضخمة لريال مدريد قد تستخدم بشكل مباشر في تمويل صفقة التعاقد مع هالاند أحد أبرز المهاجمين في العالم حالياً، حيث يتطلع النادي الإسباني للحصول على 250 مليون يورو من وراء فينيسيوس جونيور. ويعد فينيسيوس جونيور أحد أهم نجوم ريال مدريد في السنوات الأخيرة، حيث ساهم بشكل مباشر في فوز النادي بالعديد من البطولات، منها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى العديد من البطولات الأخرى المحلية. في السياق ذاته يترتب جمهور الكرة السعودية تطورات الصفقة، والتي إن تمت ستكون نقلة نوعية جديدة لدوري روشن الذي أصبح وجهة مفضلة لكبار نجوم العالم بعد انتقال كريستيانو رونالدو، نيمار وكريم بنزيما وغيرهم. التركي أكتشيشيك يؤكد إنزاجي مدرب من طراز نادر، والهلال نادي مثالي للاحتراف. تحدث التركي يوسف أكتشيشيك مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تجربته الجديدة مع الزعيم الآسيوي ومدربه المخضرم الإيطالي سيميوني إنزاجي. وتحدث أكتشيشيك في تصريحات صحفية تركية قائلاً: إن البيئة داخل نادي الهلال مثالية للاحتراف، وتساعد اللاعبين على التطوير تحت مظلة إدارة قوية في تواصل مستمر مع اللاعبين. وعن الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق قال أكتشيشيك: إنه مدرب من طراز نادر يتميز بالدقة في التكتيك وتحليل الخصم، بجانب استمرارية التحفيز والتوجيه في أرض الملعب، وسأعمل بكل جهدي للاستفادة منه والعمل معه. واختتم: العمل أهم من الموهبة، والتمرين الإضافي أهم من تمرين الفريق نفسه. أصدقائي كانوا يذهبون إلى السينما، وأنا كنت أركب المترو لألحق بالتمرين، فالنجاح يتطلب أن تختار الصعب في كل مرة. وانضم أكتشيشيك صاحب 19 عاما إلى الهلال في الانتقالات الصيفية الماضية، قادم من فنربخشة التركي بعقد يمتد مع الزعيم لمدة 4 مواسم. عانى الدولي سالم الدوسري من انتقادات مستمرة من جانب جمهور كرة القدم السعودي خلال الفترة الماضية، تزامنا من لاعب المنتخب الوطني لملحق آسيا المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026. سالم ليس أول نجم يتم مهاجمته من قبل جمهور بلاده في رياضة كرة القدم، حيث عانى الكثير من النجوم من تلك الهجمات لفترة طويلة من مسيرتهم. ميسي عاش لسنوات كنجم أول في برشلونة الإسباني، وفي نفس الوقت فشل في جلب أي لقب للأرجنتين. ليونيل ميسي تعرض لهجوم شرس من قبل جمهور الأرجنتين، الذي حوله لاحقا إلى بطل شعبي بعد الفوز بلقب الكوبا ثم كأس العالم 2026. الطريق الذي سلكه ميسي لنيل هذا اللقب هو السبيل الوحيد أمام سالم الدوسري لتوحيد صفوفه حوله مع اقتراب مسيرته من نهايتها كلاعب كرة القدم. الأخضر السعودي يحتاج للفوز بالألقاب مع قائده سالم الدوسري خلال الفترة المقبلة حتى يحقق اللاعب في رصيده ما يجمع عليه جمهور كرة القدم السعودي. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين.